من هو الكردي مؤسس الثورة الصناعية الأوروبية ومخترع أول روبوت في التاريخ؟ من هو الكردي الذي ألهم العالم باختراعاته منذ 800 عام وفي مقدمتها أول روبوت عرفته البشرية؟ بديع الزمان أبو العز أبو بكر إسماعيل بن الرزاز الجزري الكردي الأصل، ولد عام 1136 بجزيرة بوطان على ضفاف نهر دجلة في كردستان الشمالية في تركيا الحالية. يعتبر الجزري واحدا من عمالقة الإبداع الهندسي الميكانيكي في العصور القديمة الذين هيئوا لظهور الميكانيكا الجديدة والرافعات والمولدات التي تعمل على نقل الحركة، وكان قد تأثر به العديد من علماء الغرب في فترة النهضة المبكرة، ومن أبرزهم دافنشي، فقد ساهمت مخترعاته بشكل عام في ظهور عصر الآلة والصناعة في أوروبا أو ما عرف بالثورة الصناعية، وصار مقربا من بني آرتق من حكام مدينة آمد في زمن الدولة الأيوبية، ووصل لدرجة رئيس مهندس البلاط. من أبرز تصميماته واختراعاته: أولاً، آلة رفع الماء. لأن تلك المناطق كانت زراعية، فقد انشغل الجزري بتطوير آليات الزراعة وروافع المياه، ومن هنا جاءت أفكاره المتعلقة بالميكانيكا، حيث صمم في البدايات آلات كثيرة جلها تتعلق برفع الماء أو الساعات المائية ذات نظام التنبيه الذاتي، وقام برسمها وتوضيحها وتطبيقها، واخترع 5 آلات لرفع المياه تعمل بقوة جريان الماء في مجراه الطبيعي. باتت عماد صناعة الكهرباء، وتركت بصمة واضحة في تاريخ صناعة الآلات في العالم، حيث أن النموذج الأول مهد لابتكار المحرك البخاري وآلات الضخ بالمكابس أو الإسطوانات المتداخلة. ويعزى له أيضا اختراع عمود الحدبات، وهو العمود الذي يدور بضغط مكابس المحرك فتتولد قوة دافعة للأمام كما يحدث في محرك السيارة. كما اخترع مضخة ذات اسطوانتين متقابلتين، وهي تقابل حاليا المضخات الماصة والكابسة، ونواعير رفع الماء عن طريق الاستفادة من الطاقة المتوفرة في التيار الجاري في الأنهار. ثم ابتكر الآلات ذاتية الحركة تعمل بالماء كالساعات المائية والآلات الهيدروليكية العديدة التي تقوم على الدفع بالسوائل. غير الجزري مفهوم الطاقة والنقل والحركة من حيث الاعتماد على الدواب في نقل الماء ورفعها، مثلا إلى استخدام الآلة والتروس، وهي نقلة ليست بالسهلة في تاريخ العلم، ووصف الآلات الضاغطة والرافعة والناقلة والمحركة وخصائص كل منها. ونجد أن التروس القطعية لم تعرف قبله، ولم تظهر في الساعات إلا بعد قرنين منه فيما يعرف بساعة جيوفاني الفلكية في أوروبا. ثانياً، اخترع وطور العديد من الساعات ذات نظام تنبيه ذاتي كالساعات المائية والرملية، وساعات تتحرك بفتائل القناديل، وصنع أدق ساعة شمعية في التاريخ لقياس الزمن الذي تستغرقه عملية ما، وهو أول من وضع ساعة لها ذراعان يشيران إلى الوقت. وعدد في اختراعات الساعات وربطها بالأشكال الطريفة، فبالإضافة لساعة الفيل هناك ساعة القرد وساعة الطبال وساعة الرامي البارع وغيرها. ابتكر الجزري عددا من النوافير لحدائق القصور في زمانه، ومحركة ورافعة وضاغطة وآلات قياس وآلات موسيقية، وصنع إبريقا جعل غطاؤه على شكل طير يصفر عند استعماله لفترة قصيرة قبل أن ينزل الماء. في مجال الإنسان الآلي صنع أول نسخة بدائية من الألعاب المبرمجة مسبقا بصورة إنسان ذاتية الحركة.
هذه الألعاب كانت مثلا فرقة موسيقية تطفو على سطح الماء مؤلفة من شخصيات عدة، كل واحدة منها تصدر صوت آلة موسيقية معينة، وكان الهدف منها تسلية ضيوف البلاط الملكي في مدينة آمد ديار بكر التي تتبع لحكم الدولة الأيوبية. كما ابتكر الجزري إنسانا آليا على هيئة طفل يقدم الماء والمنشف والمشط للسلطان خلال قيامه بالوضوء. وفي المجال الصحي اخترع الجزري آلية تصريف المياه في المغاسل والحمامات، فاخترع حوضا لغسل اليدين وبجانبه آلة على شكل خادمة، فالحوض يكون مملوءا بالماء النظيف، وعندما ينتهي المستخدم من غسل يديه يقوم بسحب عتلة بجانب الحوض فيندفع الماء المستخدم إلى خارج الحوض عن طريق قناة تفريغ، بينما تقوم الخادمة الآلية بملء الحوض بماء نظيف مجددا، وهي الآلية المستخدمة في حماماتنا اليوم. أودع الجزري اختراعاته السابقة في كتابه الشهير الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، الذي ألفه عام 1206 ميلادية، حيث كلمة الحيلة كانت تقابل كلمة الميكانيك في اليونانية، ويسعى الإنسان من خلال الحيلة توظيف الأشياء وعلاقتها مع بعض في نقل الحركة وتوفير الطاقة والقيام بأعمال كثيرة في زمن أوجز وبجهد أقل. استغرق الكتاب منه عمل 25 عاما من الدراسة والبحث، فجاء بحق موسوعة علمية تتحدث عن الآلات الميكانيكية والهيدروليكية في 5 أجزاء. بقيت رسومات الجزري زاهية إلى اليوم، تعبر عن عقل متفتق وكبير، وشرح ذلك بدقة في كتابه المسمى الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، الذي جاء مشوقا ومصحوبا بالرسومات الملونة. قام بترجمة بعض فصوله إلى الألمانية كل من فيدمان ووهاوسر في الربع الأول من القرن العشرين، وترجمه إلى الإنجليزية دونالد هيل المتخصص في تاريخ التكنولوجيا العربية. توجد نسخ مخطوطة من كتابه في كل من متحف جابي الباب العالي في إسطنبول، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، ومتحف اللوفر في فرنسا، ومكتبة جامعة أكسفورد في بريطانيا. توفي هذا العالم الكردي عام 1210 ميلادية، ودفن في المدينة الكردستانية التاريخية جزيرة بوطان بكردستان تركيا، حيث مرقد صاحب أشهر قصص العشق الكردية مموزين، وأشهر شعراء الكرد ملاي جزري. في الوقت الذي يسعى فيه العرب والترك إلى تغيير هويته القومية ونسبه لهما، تخلو المدن الكردية حتى من مجرد تمثال له، فما أحوجنا إلى إقامة تمثال للجزري في مدننا الكردية لنذكر علماءنا الأوليين الذين خدموا الحضارة العالمية والإنسانية جمعاء، ولعلهم يقتفوا أثرهم، فالثقافة والعلم والمعرفة هي السبل لحصول الكرد على حقوقهم المشروعة والمهضومة.